عليكم، مرحبا بكم في مطبخ بهيجة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير على خير وتكونوا بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم هذا الخير هذا اللي كيجي رائع. هاد المسمنات محشيين كيجيو بنان بواحد الخلطة رهيبة وكتجي بنينة. بسم الله على بركة الله غادي نشارك معكم العجين. هو الأول اللي احتاجيت فيه هنا كمية لكم الاختيار، يعني على حسب أعداد الأفراد لكم الاختيار. أنا هنايا استعملت 500 غرام ديال الفينو وكيلو ديال الفورص. صافي غادي ندمج هاد الدقيق مزيان، غنزيد ليه مليحة، نزيد ليه شوية ديال الخميرة ديال الخبز، خميرة حبيبات يعني راس المعلقة، وواحد المعلقة ديال الزيت. صافي وعجنت هنايا بالماء دافي، كيف كتعرفوا راه الحال بارد هاد الأيام. صافي كما شفتوا رانا غير جمعت العجين وغنديرها فواحد البلاصتيكه نخليها حتى نقضي الأغراض ديالي ونوجد الحشوة إن شاء الله. صافي هنايا رانا خليتها على جنب ودزت وجدت هنا الحشوة. صات تحذف ليا المقطع اللي احتاجيت فيها هنايا صدر ديال الدجاج وشوية ديال الشحمة وواحد البصيلة، حبة ديال البصل اللي درتهم هكايا في الهشوار، وزدت عليهم قزبر ومعدنوس، وزدت عليهم التوابل كاملين يعني الابزار، خرقوم، شوية تاع الكمون، شوية ديال الملحة، البابريكا. صافي وغادي وطحنتهم هكايا في الهشوار، هشورتهم مزيان وغادي نديرهم في المقيلة وغنزيد عليهم شوية ديال الزيت وغنحطهم على النار يتشحروا. هنا راه كنوريكم العطرية يعني اللي استعملت، راه تحذف ليا المقطع، غير سمحوا لي وصافي. المهم هادو هما المقادير اللي درتهم هنايا على النار وبقيت كنقلب فيهم هكايا كنشحر فيهم ملي ما طلقات ليا هذيك الشحيمة هكايا ليدام ديالها. داك الإدام البنات كيفتي داك الصدر ديال الدجاج، كيف كتعرفوا راه الصدر ديال الدجاج كيكون ناشف، هذيك الشحيمة راه كتفتيه وكيجي بنين، واحد الخلطة كتجي رهيبة كيف قلت لكم. هنايا من بعد ما ارتاحت ليا العجينة، شوفوا البنات راه كنوريكم القوام ديالها، فكتجي رائعة. هنا حطيت شوية الزيت باش غادي نشكل هاد العجين هادي الى كويرات ونخليها ترتاح شوية بلا ما بردات ليا الحشوة. الحجم كتحكموا فيه كيف ما بغيتو. المهم هاد المسمنات هادو راه كيجيو مرقين وكيجيو ما نعاودش لكم البنه ديالهم كيجيو رائعين. صافي هنايا غنستمر في هاد التقطاع ديال العجين، كندير الكويرات متساويه ونخليهم يرتاحوا. نغطيهم هكايا بشي بلاستيك ونخليهم على جنب يرتاحوا غير فوق سطح العمل. هنايا راه خداو ليا، خليتهم شحال حتى ساليت شقايه والشغل كامل، عاد بديت كنورق. صافي التوراق راه كيما العاده كتبقاي تورقي وكدهني شويه بالزيت والعجينه راها طايعه معاك، يعني راه ما كتكونش هكايا قاصحه ولا سميتو، كفين ما حطيتي يدك كتمشي يعني مطلوقه وخدات وقتها من الراحه. كنستعين غير بالزيت، راه ما درت لا زبده لا والو، غير الزيت بوحدو هو باش كنورق. غنتني هنايا التنيه بحال هكا وغادي نحط كميه من الحشو. صافي كنحاول هكايا نبسطها، ما تحاولوش تكتروا بزاف باش ما تخرج لكمش هكا من الجوانب. كندير من هنا من الطاويه الاولى والطاويه الثانيه باش تجينا ديك المسمنه عامره ويجيو كاع الاطراف ديالها فيهم الحشو. صافي هنايا دزت المسمنه الثانيه حتى هي طلقتها. صافي ودرت وسطها هذيك اللي عمرت في الاول وكنستمر هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال العجين كامله بنفس الطريقه.
وحدة كنعمرها ومن بعد كنطلق وحدة وعاد كندير فيها هاذيك اللي عمرت، هكايا باش كضمني الحشو ما يخرجش لك من الجنيبات، وكتجي هاد الطريقة كتجي مرقة مسمنة مزيان، كيف كتلاحظوا راه العجينة كنرققها مزيان حتى كيبان لك سطح العمل، شوفوا العجينة عطيوها غير وقتها من الراحة، وراه كتولي يعني تشكلوها كيف ما بغيتو في يديكم، خاصها غير ترتاح صافي. كيف كتلاحظوا راه بسهولة كتطلق معايا العجين، يعني ما عذباتنيش نهائيا. كيجيو بنانين هاد الرغيفات هادو ولا المسمنات كيجيو رائعين. واللي وصل حتى لهنايا الفيديو ما ينساش يتابونا ويفعل زر الجرس ويزيدنا ديك البصيمة، وشكرا لكم على المشاهدة وعلى المتابعة، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا لينا. صافي كنستمر هكايا حتى كنسالي الكمية اللي عندي ديال العجين وديال الحشو من طبيعة الحال، كندير وحدة وسط وحدة بهكايا كتضمنوا البنات ما تخرجش لكم الحشوة من الجوانب، وكتجيكم ديك الرغيفة او المسمنة مرقة مزيان. هنا من بعد ما ارتاحوا راه خليتهم ارتاحوا يعني حتى عمرت واحد البريريت تاع اتاي، عاد بديت كنطيب باش هكايا كتاكلوهم وهما سخانين. صافي كنحتاج غير هذيك الزويته اللي كتسقطرات ليا من الرغيفات، هي باش كنورق هكا نقص العافيه من بعد ما كتسخن ليا المقله، كنهبط العافيه ونخليها يعني منقوصه باش يجيني ديك القرمشه في الرغيف او في المسمنات. هنا راه درتهم بحجم كبير يعني كبارين هاد المسمنات هادو. هنا راه من بعد ما قرصتها هكا من الجوانب وسميتو راه درتها في المقله. صافي من بعد ما خدات شويه اللون من التحت كنقلبوها للجهه الاخرى، طياب يعني طياب عادي كتبقاو تقلبوا تسمنوا وترشوا هكايا بشويه ديال الزيت، غير هذاك الزيت اللي طاح من الرغيفات. شوفوا الشكل ديالهم راه كيجي رائع البنات وكيجيو هشاشين ومرقين واخدين حقهم في الطياب. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي، راه كيجيو بنانين، خصكم تجربوهم ضروري تجربوا هاد الرغيفات هادو، يعني كيجيو رائعين. ونتمنى تجربوا هاد الرغيفات وتجاوبوني بشي تعليق يعني كيف جاوكم هاد الرغيفات، وما تنساوش ليا البصيمه البنات، وشكرا لكم على المتابعه ومرحبا بالناس الجداد. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كملت الرغيفات، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.